اخيرا ان وليد الركراكي فهم ان اللاعب الكبير سفيان امرابط ما بقاش صالح للمنتخب الوطني نهائيا. الطريقه اللي كيلعب بها المنتخب واللي مطالب انه يلعب بها كونتر فراقي كيرجعوا للور وكيديروا تكتل دفاعي، خاصك ريتم عالي وبناء هجومي بسرعه، وهذا الشيء ما كيديروش سفيان امرابط. هذا الشيء هضرنا عليه وكل شيء، والصحافه الوطنيه كتهضر عليه والجمهور كيهضر عليه، ان اللاعب سفيان امرابط ما بقاش صالح للمنتخب الوطني. وحنا شفنا النتيجه هذا النهار. كنظن ان المنتخب المغربي لعب احسن ماتش مثالي في هاد العامين، يمكن من مور كاس العالم، حتى من مور كاس العالم في هاد العامين التاليه كلها احسن ماتش مثالي اللي يقدر يبني عليه من هنا لقدام وفي الماتشات اللي جايين. مي هاد الماتش شفنا وجه اخر، والمغرب رسل رسائل قويه للمنافسين ديالو كاملين بدون استثناء، وما كاينش شي منتخب بهذا المستوى اللي قدم المنتخب المغربي في هذا الماتش. ما كاينش شي منتخب يقدر يجابه المنتخب المغربي. ممكن منتخبات يزعجونا، ممكن نيجيريا شفتهم بامال عندهم لاطاك، اوزيمان، لوكمان، صلاح مع ميسار، مرموش يمكن، ولكن منتخب اللي يقدر يربحنا في المغرب ما كنظنش انه موجود في هاد كاس افريقيا حاليا. ماتش مثالي بنسبه استحواذ قدرت توصل ل 72% في الشوط الاول. 72%، عرفتي شنو هما 72% ديال الاستحواذ؟ هي البارسا تشافي ونيستا وميسي في العهد ديالها. 19 تسديده على المرمى في الماتش كامل، وخمسه د الفرص سجلتي منهم ثلاثه، وهذه هي ليفيكاسيتي اللي كنا كنقلبوا عليها. يعني باش توصل للمرمى خمسه د المرات وتسجل منهم ثلاثه، ومنها بالاريتي، منها كوفرون اللي ما كناش كنستغلوهم في لي دو ماتش اللي فاتوا. كوب سيزو ديال السي الكعبي، مع ان ما نقولوا الصراحه في الاستاذ الكعبي معلم في الكوب سيزويت، كيجيو شي كرات ساهلين وكي كيضيعهم، يقدر يضيع فاس فاس ويضيعها في 6 متر، ولكن كوب سيزو كوت سيزو كيلصقهم. شفنا تنويع في بناء الهجمه على اليمين الشيبي ودياز، وعلى اليسار نصير الحاج والزلزولي في الكولوار، بالاخص في الهدف الثاني. الهدف الثاني ودرس ونحي كيفاش خرج طلب الكره في لو كوتي غوش، وكيفاش يعطي باس في الانترفال. علاش؟ حيت فتحنا لا ديفونس اللي متكتله في الخلف، خليناها تاثيره ولعبنا على لي كولوار اللي ما كناش كنستافدوا منهم في الماتشات الاولى، لا الماتش الاول ولا الماتش الثاني. في هذا الماتش قدرنا بلي كولوار نجروا لا ديفونس ونخليو المسافات ما بين المدافعين تكون المسافات تكون كبيره، اللي تسمح لنا باش نعطيو لي باس في الانترفال، اللي خلات الزلزولي بالسرعه ديالو انه يخترق ويدير باس ديسيزيف لدياز وجوج لزيرو. وتما كنظن ان زامبيا حطات يديها من الماتش. الصراحه ماتش كله ربح. في الشوط الثاني قدرنا نشوفوا خط وسط هجومي لاول مره في ماتش رسمي. الركراكي كيلعب بخط وسط هجومي بالتغييرات اللي دار، بادخال بن صغير ك10 واخو ماش على الجهه اليمنى بلاصه دياز، طالبي وزلزولي ممكن يكونوا دي دوبلور على الكوتي غوش، ولكن بن صغير 10 ومعاه اناحي ونايل العناوي، هذه ما عمرنا شفناها في المنتخب الوطني. شي حاجه جديده، شفنا حاجه جديده ومزيانه، شفنا حاجه جديده وبطريقه ايجابيه. والاهم في هادشي كامل هو عوده القائد البالون دور اشرف حكيمي اللي غيعطي المنتخب وجه خور في الماتشات اللي جايين ان شاء الله. الخطه ديال 4-2-3-1 اللي لعبنا بها في الشوط الثاني، وبالضبط من مور ما سجلنا الهدف الثالث ديال الكعبي، كانت ناجحه 100%. ولاول مره السير الكراكي كيلعب بخطه هجوميه وبوسط ميدان هجومي بادخال بن صغير ك10، اخو ماش على اليمين وشمس الدين الطالبي على اليسار. الان الدور الاول تسالى بسلبياته اللي كانوا في الماتش الاول والماتش الثاني، قدرنا نتعلموا منهم ونصلحوا الاخطاء ديالنا. الماتش الثالث قدمنا ماتش مثالي. الدور الثاني بطوله اخرى، خاصنا كيفاش نعرفوا نربحوا الماتشات بالكره وبالخبط الكروي. الخبط الكروي اللي كنشوفوه ناقص عند شي لعابه مازالين في المنتخب، ناقص عندهم داك الخبط الكروي اللي عند المصريين واللي عند توانسه لي زافريكان. فوقاش طيح الريتم، فوقاش طيح، فوقاش تنوض، الكارديان كيطيح. داك اللعب ديال افريقيا غنبداو نشوفوه دابا في الدوزيام تور. وبطبيعه الحال الدعم الجماهيري خاصو يكون. بقاو لنا 4 ديال لي ماتش، 4 ديال لي فينال
لعبوهم ماتش بماتش ويكون خير ان شاء الله. وان شاء الله هاد الكاس ما غاديش تخرج من المغرب باذن الله، باذن الله ما غتخرجش من المغرب. تهلاو، تلاقاو في فيديو جديد.